محمد عبده مش هو صاحب فكرة المشروع، بالعكس المشروع أقرب لأنه يكون مقترح إنجليزي لإصلاح المحاكم الشرعية برؤية إنجليزية، ولكن يمكن تدخل محمد عبده خفف من رؤية الإنجليز في الأول في النسخة الأولى من المدرسة، لأنه برضو المدرسة مع الأسف مش ناس كتير اشتغلت عليها، ولذلك جزء كبير من تاريخها مجهول، ويمكن ده اللي شجعني إني أشتغل عليها، إنه هو يعني من الناحية البحثية في تحدي، يعني في تحدي ايوه، في المصادر في وفي المصادر وفي كشف الروايات بالظبط، وفي اهميه للبحث ده، لانه موضوع ما اتدرسش كتير. فيمكن تدخل محمد عبده بالرؤيه الاولى انا كنت بقول انه يعني ناس كده ما تعرفش، او اللي يعرف مدرسه القضاء الشرعي ما يعرفش إيه انها تحولت، انما يعني هي ما مشيتش من الاول للاخر، هي قعدت من سنه 7 لسنه 30، وهي تقريبا ما بين سنه 23 لسنه 30 تقريبا بتتقفل، يعني بتتقفل بشكل تدريجي من سنه 23، من وقت دستور 23 لحد سنه 30، فهي يعني السبع سنين الاخيره دول يعتبروا. بس هي بدأ من قبليها ان هي بتنهار اصلا بسبب انهيار النخبة بتاعة القضاء الشرعي عموما في مصر. هي مثلت لحظه يعني توهج مؤقته لنخبه المحاكم الشرعيه، انا مثلت لهم يعني بارقه امل للمتحمسين للاصلاح.